بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تفسير جديد لظاهرة الدوران أتبناه ببعض جوانبه وأنقله لكم لتقرأوا كل الآراء. طبعا نقصد دوران الحيوانات والأسماك الذي انتشرت مقاطعه مؤخرا. بدء الاقتباس: أسباب الظواهر الغريبة حسب التفسير العلمي والروحي منذ أكثر من 2000 عام تقريبا قبل صعود السيد المسيح عليه السلام، وهو يخبر البشر أن الساعة الزمنية للكون أصبحت في نهايتها، وحتى أنه أطلق اسما على تلك العملية العلمية الدقيقة وهو اسم ملء الزمان. تخيل معي بعد ذلك تم إطلاق نظريات كثيرة بقرون، منها نظرية الزمكان لإلبرت إينشتاين وغيره من العلماء، وهناك نظرية أيضا تسمى الكون المتوازي. كل ذلك لا دليل عليه إلا تجارب علمية بسيطة في الإمكانيات، لكن تظل نظرية ملء الزمان هي الحقيقة الصامدة. وتغير أقطاب الأرض وعكسها حدث ومؤرخ في تاريخ البشر، مثل فيضان النبي نوح عليه السلام وقبله 3 مرات، وليست تكهنات علمية بل حقيقة مثبتة، وتم توثيق حدوثها في أكثر من حضارة غابرة ومتباعدة في المكان والزمان، مثل أقصى الشرق وأقصى الغرب للأرض بين روسيا وأمريكا اللاتينية والهند والصين ومصر وإفريقيا، وجميعهم كتبوا ذلك على جدران المعابد والكتب، ومن يريد الاطلاع عليها يمكنه ببساطة أن يبحث عنها. والآن أيضا تحدث ظواهر غامضة جديدة وليست غامضة في الحقيقة، لقد حدثت من قبل في تاريخ البشرية، وهي ملء الزمان وإعادة الأرض إلى وضعها الأول. ولكن السؤال هنا: ماذا فعل الإنسان لكي ينقذ نفسه؟ مثلا الإنسان القديم سكن الكهوف وقت ملء الزمان وأعلى الجبال، ونجا من الموت الكثير من البشر، ومات أيضا الكثير. والآن هناك علماء في أوروبا وأمريكا وروسيا والصين والهند قاموا، وليس سوف يقوموا، هم بالفعل قاموا بإنشاء مدن تحت الأرض وداخل الجبال، وأنفاق عملاقة، وقرى مجهزة بالطعام والشراب والسكن المريح، حتى يتم إنقاذ البشرية وقت امتلاء الزمان الذي حذر منه علماء الطبيعة وأطلقوا عليه اسم علمي وهو تغير المناخ. هذا المقال بقلم الكاتبة هيباتيا جريكو، وتعقيب لأحد الإخوة: كما بدأنا بقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين.